احنا بنقول للمجلس العسكري مباشرة طبق منهج الله وشرع الله، إن لم تفعل فالله عز وجل بالمرصاد وهو أقوى منكم، وكما أباد من سبق قادر على أن يبيد من خالف شرعه وتحداه، لأن ما كانش حد يخطر بباله ولا حتى المجلس العسكري في مثل هذا الوقت من العام الماضي إن يكون الجماعة كلهم في السجن أبدا، تخطر ولا خطر ببال أمريكا نفسها اللي كانوا بيعملوها ألف حساب، ولا في الشرق ولا في الغرب، لكن مشيئة الله غالبة. وما تقوليش دي إرادة الشعب، أبدا. إرادة الشعب إيه؟ ده كان كل واحد له حساباته. الماسونية لها حسابات، والشباب اللي ما هوش ملتزم أصلا بتاع الفيسبوك له حسابات، واللي دخلوا وركبوا على الشباب من الإسلاميين لهم حسابات، وكل واحد له حسابات غير التاني. أمال إزاي حصل؟ أراد الله أن يجري عبرة في من تحداه، لأن الله قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.